اوعى تقول لابنك اسكت وتخرسه وتفقده طاقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي وحبيبي وقرة عيني يا رسول الله. لكل أب وكل أم، ربنا اداكم هدية اسمها الأطفال وحرم منها ناس تانية. الأطفال هدية من ربنا، جايين عشان يفرحونا وينوروا حياتنا. ما ينفعش تطلب من ابنك أقصى جهد وانت بتحرمه حقه حتى في التعبير عن نفسه والكلام. مش كل ما ابنك يتكلم تقول له اسكت اخرس انت ما تعرفش، انا ادرى انا اكبر. هو له رأي وانت لازم تحترمه، وعشان يبقى راجل لازم تعامله على انه راجل. عايز تعامله على انه طفل هيفضل طفل طول عمره. كل الناس بتقول ان سن المراهقة سن صعب ومش سهل، والتعامل مع الاطفال بيبقى مستحيل سواء كان بنت ولا ولد. بس انت لو عملت ابنك ولا بنتك على انه صاحبك او صاحبتك، له حق الكلام واخد رأيه، له حقوق زي ما ليك حقوق، هيبقى شخص تاني. في أزمنة قديمة كان في شباب في سن المراهقة فتحوا بلاد ودخلوا حروب وحرروا مدن. ابنك لما تديه طاقة قوية هيبقى حاجة ما تتخيلهاش. المسيح لما كان صغير تكلم في المهد وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هل ده كلام طفل؟ تخيل لما الطفل ربنا يديه الطاقة، طاقة تجعله يتحمل أعباء الرسالة. طب وأدلة تانية من القرآن: وآتيناه الحكم صبيا. سيدنا سليمان لما كان صبي استلم الحكم والقضاء من سيدنا داود، وربنا قال في كتابه العزيز: ففهمناها سليمان. ما قالش ففهمناها داود مع ان داود ابوه وهو مازال صبي، الا انه استلم القضاء في سن صغير. سيدنا ابراهيم لما جه قرار الذبح لابنه، قرار الهي من السماء، قال لي لابنه: فانظر ماذا ترى. ما قالوش يلا قدامي عشان اذبحك، انما قال له: فانظر ماذا ترى. ادي ابنك طاقه تحفزه وقف جنبه، خلي ليه راي وليه كيان عشان مش هتعيش له. سيدنا إبراهيم لما كان فتى وضع أسس التوحيد في الإنسانية كلها، وفي القرآن قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. تحمل تحطيم الأصنام والحكم بعقاب في النار مع إنه كان فتى لما ذكروا القرآن. وربنا قال: فاتخذ الله إبراهيم خليلا. تخيل خليل ربنا وهو في سن صغير. ابنك أو بنتك شعلة ونار قايدة ممكن تقيد المجتمع كله. لو اديته الدفع والطاقة ما تتخيلش هو ممكن يعمل ايه. هو حضرتك لما تحسس ابنك ان هو ولا حاجة وانت ابوه او امه سنده، كل حاجة ليه في الدنيا، ما فكرتش جوه نفسك هو جوه نفسه بيقول عليك ايه دلوقتي؟ ايه مقدار الغضب والتعب النفسي اللي جواه؟ احساسه ان انت ما انتش شايفه انه ولا حاجة في حياتك، وان انت بس الامر الناهي. معلش، في ابناء احيانا بيتفوقوا على اهلهم، بل غالبا ما بيتفوقوا على اهلهم. اي حد فينا بيكون عايز ابنه يبقى احسن منه. هيبقى ازاي احسن منك اذا ما اديتوش الفرصة دي؟ لو ما خليتوش يعبر عن نفسه ويقول رأيه، لو ما صبرتش عليه وبطلت تزعق له كل شوية، لو ما كسرتش نفسه على كل فعل خاطئ بيعمله. يا جماعة احنا كبار وبنغلط. ايه الغريب لما طفلك يغلط وتصحح له؟ ايه انت معصوم؟ محدش معصوم من الخطأ. زي ما اي حد فينا بيغفر خطأ نفسه وما يجلدش ذاته عشان يكمل المرحلة اللي بعد كده، لازم تدي ابنك الفرصة دي. بلاش تجلده انت بطريقتك وكلامك القاسي او بتجاهلك خالص ليه. لو انت عايز ابنك يستحملك في كبر سنك، لازم تستحمله انت في صغر سنه. ودايما قدر ان هو هدية جاية من ربنا، والهدايا دايما بتتعامل ارقى معاملة. المعاملة اللي كنت تحب ان ابوك وامك يعاملوها لك عاملها لابنك واحسن، والله ما هتندم. يا جماعة الحنية والحب ما بيجيبوش الا حنية وحب. جرب تهدي علاقتك بابنك وشوف ايه النتيجة. جرب تسمعه وتتقبله وتتقبل ضعفه وشوف ايه النتيجة. لو مش قادر تقول له الكلمة الحلوة بس طبطب على ظهره، حسسه ان انا في ظهرك. خلي فيديو النهاردة يكون تحفيز لعلاقتك بابنك، انك تحسنها شوية وتبذل فيها مجهود تسمعه وتطبطب عليه، تتقبل اخطائه وتقول ان شاء الله الامور هتتصلح، لان والله هتتصلح. في النهاية اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. فضلا وليس امرا تعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا الجرس، وسيبوا لي رأيكم في التعليقات وايه الفيديوهات اللي تحبوا تسمعوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.